يا مساء الفل يا مساء السعادة على عيونكم وعلى أحلى اخوات وأحلى أصدقاء في الدنيا. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه النهاردة. عملت ايه يا زازا؟ أنا عملت طاجن مسقعة أو خضار بشرايح الفراخ. تمام، شاورمة الفراخ من الآخر يعني. تعالوا كده مع بعض نشوف مع بعض كده الطريقة ازاي. هي ممكن يعني في ناس مش بتعملها بالطريقة دي كتير، وفي ناس ممكن تعملها بالطريقة، يعني ممكن انت تخترع زي ما انت عاوز. تعالى بس نشوف مع بعض كده الفيديو بتاعنا، ممكن نستفيد، وممكن لو عجبك جربه، مش عجبك برضو كنت اخدت فكرة. تمام تمام. تعالوا مع بعض كده نشوف ونسمي الله ونصلي على رسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. دي طبعا دي طاجن خضار مشكل ازاي؟ تعال نشوف المكونات بتاعتنا. انا عندي صدر فرخ، ربع فرخة يعني، ما شاء الله كبير. وعندي الطاجن بتاعي اهو زي ما احنا شايفين. تمام تمام يا زازاتو. عندي بطاطس، دي ربع فرخة زي ما احنا شايفينه ما شاء الله كبير. انا قلت بقى اشكل بقى بمناسبة للفراخ بقى رخيصة اليومين دول، وايه مقولكوش ان بقى لازم نبدع بقى ونطلع اختراعاتنا بقى. عندي بطاطس، عندي كوسة، شايفين عندي كوسة صغيرة اهي. عندي بتنجان تمام متقشر، وانا هرش على ملح عشان ايه؟ ينزل الميه اللي بتبقى نازله منه غامقه. وعندي توم، وعندي توابل بتاعت فلفل اسمر، ملح، ايه، السبع بهارات. تمام. وعندي طماطم مفرومه. تمام تمام يا زوزات. هناخد كل حاجه كده هنقطعها شرايح شرايح. هنقطع البطاطس شرايح ما تكونش تخينه ولا رقيقه، يعني وسط. تمام تمام يا مشاهد. كل الخضار بتاعي انا هقطعه. انت عارفين ان الشتا كله خضار، والخضار متوفر كتير يعني. فانت ممكن بقى تبدع وتخترع كده يعني، ونسبة اللي الدنيا الوقت الدنيا ناس كتير الدنيا مش متظبطة وكده، والاسعار كده. فانت بأقل حاجة واقل الامكانيات ممكن اللي انت تعملي غدا ليكي ولولادك وكده يعني، واليوم يعدي ويمشي ونحمد ربنا على كده. ده ربع فرخة يعني، خلاص ما دام ما فيش فرخة كاملة مش هنخترع يعني، هنخترع طبعا وهنعمل. هتجيبونا كده هنيجي كده. آه ربنا يستر بقى على الفيديو ده. المهم، انا هقطع صدر الفرخة دوت. لازم اللي انا ايه اشفيه كده. ايوه، شرايح شرايح كده يا زازاطة. ايوه، زي كأنك بتعملي شرايح البانيه. تمام تمام. طبعا هو كان لسه متلج وكده يعني، فكان معذبني، والسكينة كمان عذبتني اكتر. مم، زي ما احنا شايفين اهو يا حبايبي. انا هخلص تشريح، بشرح بقى بشف يعني. آه واخدين بالكم انا قاعده بلف كده واجي كده واجي اروح كده واجي كده بال... بالربع فرخه اللي معايا. طبعا هو حد قد انا معايا ربع فرخه؟ مين في الزمن ده معاه ربع فرخه الوقت؟ السلام يا زازاد. هقطعها بقى انا بقى ايه؟ هقطعه شرايح شاورما. عارفين شرايح الشاورما لما بنيجي نقطعها؟ هي بالظبط هقطعها الشرايح دي. يعني ايه؟ ظبطي انت بقى بايدك كده، انت هتعرفي انت هتعملي ايه. طبعا انا هقطع كل الكميه اللي معايا، وايه زي ما احنا شايفين. وكنت وصلت لهنا بقى، بالله عليك ما تنسنيش في اللايك. تمام. وصلوا معانا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. إيه، طبعا انا لسه بقطع في الشرايح بتاعتي. انا بوريكم السمك اللي انا قطعتها يعني، حجمها قد ايه وسمكها قد ايه. تمام تمام يا مشاهد. قطعت البطاطس وقطعت الكوسة والبتنجان وكل حاجة ظبطتها، هي كل حاجة عشان اشتغل مرة واحدة. البتنجان بتاعي ده انا كنت مقشراه ومخرطاه ومقرش على ملح. ودي الكوسة بتاعتي زي ما احنا شايفين، الطماطم المفرومة. وادي الشرايح صدر الفرخة اللي ورا بقى الفرخة. شوفوا ما شاء الله طلع حبة حلوين اهو. يعني هطعم الأكلة وكده يعني. اخترعي بقى، مش ضروري ان احنا نمسك على الدنيا اوي. دي طبعا هجيب الصينية بتاعتي وهحمر البطاطس بتاعتي اللي احنا شايفينها. احط زيت. زيت، واخدين بالكم انتم؟ هنحط زيت انا مش عايزة افسر اكتر من كده، ربنا يستر. طبعا هحمر الكمية بتاعتي. انا مش هستهلك زيت اكتر من اللي انا حطيته ده في الاكلة دي كلها، عشان تخلي في علمكم يعني. انا ولا حطيت بعد اللي انا الكميه ديت، ما حطيتش بعد زيت. حمرت البطاطس وحمرت الكوسه وحمرت البتنجان.
وشوحت شرايح الفراخ، وسبكت برضك التسبيكة بتاعتها من نفس شوية الزيت دول. تمام. تمام. هتقولي ازاي؟ اقولك بركة ربنا بقى، بركة ربنا. تمام تمام. وادي البتنجان بتاعي، طبعا البتنجان ما طلعش محروق لأول مرة، الحمد لله. طبعا ده كل الكمية بتاعتي بعد ما خلصتها تحمير كله عشان كده اجيب الطاجن بتاعي بقى وافضل بقى ابدع كده براحتي. تمام تمام يا زازات. لا ده انا لسه بشوح الفراخ، شوحتها بقى، وحطيت لها التوم بتاعتها اللي انا فرمتها، واحط التوابل كده، واشوحها كده تشويحه كده على السريع على السريع على السريع كده لحد ما ايه، ما تخش في السوا. هجهز بقى كل مكوناتي كلها، وهوريكم الوقت بقى الشاورما بتاعتي بعد ما شوحت كده. يا سلام. هي الأكلة دي ما فيش فيها بصل عشان تخلي في علمكم، هي كلها بالثوم. شفتوا شرايح الفراخ طالعة عاملة ازاي الشاورما؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي على لونها وجمالها، وكان طعمها كان تحفة. أنا مش هكدب عليكم، أنا خدت حتة وأكلتها، أنا لازم أدوق. دي طبعا الطماطم بتاعتي اهيت، سبكتها برضك في نفس الصينية اللي أنا حمرت فيها كل حاجة، وحطيت بقى توابل كمون كزبرة فلفل أسمر 7 بهارات، والملح بتاعي، وسنة سكر صغيرة. تمام. شفتوا بقى المكونات بتاعت زازاته كلها اهي. بعد ما خلصت كل تحمير الأكل ده كله اهو، هجيب الطاجن بقى الجميل بتاعها، ونفضل بقى نرص طبقة بطاطس. دي بقى وانا برص اهوت البطاطس. إيه يعني البطاطس، يعني نحط بطاطس رق بطاطس، وفوقه برضو كان نحط شاورمة فراخ زي ما احنا شايفين. شفتوا؟ يا جماله يا جماله يا جماله يا حلوياته. تسلم ايدك يا زازات. اه والله والله ايدي تعبت في اليوم ده كله تحمير وكده يعني. تمام تمام. طبعا هنزل بمعلقتين صلصة زي ما انتم شايفين، احط ايه طبقة من الصلصة برضو، واحط الكوسة اللي انا عاملاها شوحتها. بصراحة أنا كنت أول مرة أعمل الكوسة أحمرها، بس بصراحة كان طعمها حلو قوي. والكوسة اليومين دولت مسكرة كمان، هي كانت أكلة جميلة بصراحة. احنا أكلناها بالعيش على فكرة، يعني مش بالرز. طبعا زي ما انتوا شايفين اهوت، هحط كل الكمية اللي عندي. وهحط ايه تاني؟ هتحط ايه تاني يا صاد؟ مش عارفة والله، ممكن احط صلصة. اه طبعا احط صلصة زي ما احنا شايفين اهو. ونرجع تاني نحط فراخ، ونرجع تاني هنحط لسه البتنجان. يعني ايه، باخدها طبقات طبقات كده، على اساس ان انت تيجي تاخدي بالمعلقة بتطلعي ايه كله كده ببعضه، يعني تلاقيها مطعمة بقى من ده وده وده وده. يبقى انت مش يبقى الأكلة في حاجة واحدة بس، لا يبقى كلها ببعضها. تمام تمام يا مشاهد. ما تسرحيش وحط اللايك يا اختي انت وهي. تمام. وصلوا معي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا انا برصرص الايه البتنجان بتاعي الجميل دوت اللي مش اتحرق خالص، بحط الكوسة، واحط برضك معلقتين صلصة كده حلوين كده على الوش كده. يا سلام عليك يا ام شهد، يا ابداعاتك واختراعاتك، والله تسلم الايادي. ايوه تسلم الايادي. والله مش اختراع ولا حاجة، هي بس الحاجة اما تكون عندك موجودة ومحتارة تعملي ايه. وطبعا كل يوم هنعمل غدا ايه النهاردة، هنعمل غدا ايه النهاردة، حيرة فاخترعي بقى يعني. كان عندي كوسة وعندي بطاطس وعندي دوت ودوت، فقلت بقى والله لا ابدا، ان انا لازم اخترع لكم اختراع بقى، اختراع يا كوتش. تمام تمام. اخترعت لهم الاكلة دي. طبعا لسه في شوية كوسة هحطهم بقى على الوش كده، وهجيب بقى قرن فلفل حامي بقى ايه، واحطه بقى في النص كده عشان ادخلها الفرن كده. يا خرابي على كان طعمها وريحتها، والله والله كانت خطيرة، وكان طعمها تحفة. إيه طبعا شكل الكوسة تحفة جدا جدا. خلص كل الكمية بتاعتنا. شفت انا حطيت قرن فلفل حامي اهوت وهي الكوسة، وهدي بقى معلقتين صلصة، واظبط الطاجن بتاعي كده بقى، وادخله الفرن كده ياخد ايه شوية كده في الفرن. احطه في ارضية الفرن شوية، بعد كده اطلعه على الشواية ياخد لون واخرجه. هو ما خدش وقت خالص خالص. ده طبعا وانا حطاه تحت الشواية عشان ياخد لون زي ما احنا شايفين. تبقى بقى الطاجن بعد ما طلع، يا قلبك ودقاتك وحركاتك، كان تحفة تحفة.
ما فيش حاجة فيه محروقة طبعًا زي ما إحنا شايفين، طلع الأخضر أخضر والأحمر أحمر كده، كده، يعني الدنيا تمام وزي الفل. إيه رأيكم؟ والله تسلم إيدِك يا أم شهد. شُفتوا لونه وجماله وريحته وطعمه، شُفتوا البخار اللي طالع منه، يا لهوتين ال3. ما تنسيش بقى تحط اللايك، اوعى تكون الكلام خدِك بقى وقعدتِ بقى تسمعي زازاته وهي بتتكلم ونسيتِ اللايك. لأ طبعًا بقى هل هنسكت على كده؟ لأ طبعًا، أنا لازم أجيب طبق وأطلّع لي حبة كده ونشوف بقى ونورّيكم كده الطاجن بتاعي إيه، عامل إيه من أعماق الطاجن كده، تمام؟ تمام يا زازات. جيبي المعلقة بتاعتِك كده، جيبي الطبق ونخش كده نتعمق جوّه أعماق الطاجن بتاعنا، تمام؟ تمام. طبعًا أهوّة ما شاء الله، ما شاء الله والله جميل، جميل، جميل. بصراحة يعني مش محتاج اللي أنا باقول كده باشكر في نَفْسي أو باشكر في الأكلة، لا والله، والله. والله بجد الأكلة كانت جميلة جدًا وكُلّها متطعّمة من قلب بعضها، يعني كُلّها خضار، حاجات كُلّها مفيدة وصحّية. قومي أنتِ بس وجرّبيها كده ومش هتندمي. ولا تقولي بقى أنا محتارة أعمل غدا إيه النهارده ولا نعمل إيه ولا مش عارفة إيه. هي بصراحة هي والله جميلة جدًا، ناخد بقى حتة كوسة كده نقطّعها كده يا سلام! تحفة، كانت تحفة والله. وعندِك بقى البطاطس بتاعتها جميلة مستوية برضه والفراخ مستوية، كل حاجتها كلّها مستوية، ما فيش حاجة كلّها الحمد لله كانت متطعمة من قلب بعضها. دي طبعًا شاورمة فراخ زي ما إحنا شايفين. باجيب لكم حتّة باورّيها لكم. والله تسلم إيدِك يا زازاتو، تسلم إيدِك بجد، بجد تحفة، تحفة يعني. إيه رأيكم؟ قومي بقى جرّبيها ومش هتندمي. باقول لِك حُطّي اللايك أهو. هي دي كانت أكلتنا النهارده حبايبي، أتمنى يا رب تكون نالت إعجابكم. يا ريت بقى ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. وأنا باحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.